لطالما كنا كنتمناو شي لاعب قناص كيجيب لك بيلانتي كينفذو وكيسجلو، ولا كيجيب لك ركلة حرة كينفذو وكيسجلها بحال رونالدو. بزاف د اللاعبين، ولكن اصطدمنا مع الواقع. للاسف ما كاينش هذا مع المنتخب المغربي. كاين حلول ولكن حلول ماشي نافعة ديك الدرجة. بحال دابا شحال نعطيك مثلا حكيمي. حكيمي مع الفرقة ديالو ما كيضربش بلانتيات مرة. قول هو الخامس ولا الرابع في الترتيب ديال منفذي البلانتيات. برايم دياز كذلك اصلا مكيشاركش مع الفرقة ديالو بزاف. ولكن عندك هاد الجوج اللي في هاد الجنب. عندك هنايا الرحيمي وايوب الكعبي. كيبان ليه هما اللي كيستحقوا عن جدارة واستحقاق يتوطوا بلانتيات. بالنسبة للرحيمي، داكشي اللي وقعلو في كأس افريقيا صراحة كيحزن بزاف. تخيل اول مباراة المنتخب المغربي جالو بيلانتي، كلشي تاق فيه، صافي ضيعها، صافي مشات الثقة، صافي. وخا هو كان احسن منفذين ركلات جزاء بالنسبة لي وبالنسبة للعديد من الناس وبالنسبة حتى للاحصائيات. الا تشوف الاحصائيات تلقاو اللي كيسجل اكترية مع المنتخب المغربي. سجل بزاف د البيلانتيات، اكترية ديالهم كانوا في اولمبياد باريس. حتى ايوب الكعبي، ولكن ايوب الكعبي كيجي لي شي اختصاص ديالو هو هذا الصراحه. كيجي لي الرحيمي واحد قوة الشخصيه، واحد الرزانه كيخليه تشوط بيلانتي. فهمتيني، ما كيخافش كيشوط بيلانتي بواحد الطريقه واعره الصراحه. وهذا اللاعب اللي في الوسط اللي عملت عليه علامه استفهام صراحه كنت خليته المايسترو الخبير حكيم زياش. احسن لاعب بالنسبه لي كنت كنشجع تشيلسي على ودو. لاعب قدم اداء واعر بزاف الصراحه، كيستاهل نحطو في هاد البلاصه. ما كيخافش، دمو بارد، كتشوط بيلانتيات بواحد الطريقه واعره. تحياتي ليلو صراحه. ما كرهت كون جا المنتخب المغربي، ولكن للاسف ما عندك ما دير. اللائحه فيها 26 لاعب، كون كانت 40 كنا نقدروا نهضروا مع وهبي ونعاتبوه ونقولوا له علاش معيطتيش بوفال زياش المعمى الباعوف. ولكن هادشي اللي عطا الله. مستحيل يعيط بزاف د اللاعبين، عيط غير داكشي اللي غادي اللي كيتيق فيه وكيتيقوا فيه المغاربه، واللي جرب معاهم واحد التجربه في هاد جوج المباريات اللي فاتوا. المهم كنتمنى التوفيق للمنتخب المغربي، يقدموا اداء واعر في كاس العالم، نديوها ان شاء الله. ما كاينش حاجه مستحيله. وحنا وصلنا لاخر هاد الفيديو. كنتمنىكم ديروا لايك سبسكرايب وتخليو ليا الرأي ديالكم. شكون هو افضل منفذ للمنتخب المغربي مع التعليل؟ عطوني التعليل ديالكم باش نشوف واش الرأي ديالكم منطقي ولا لا. والسلام عليكم.